العرض مستمر والأحداث تشتعل على مسرح نادي الزمالك، كل يوم في حال، كل يوم بمدرب. ما تعرفش الزمالك ماله ما بيعيشلوش مدربين. إهدار المال العام داخل نادي الزمالك مسألة فيها إدمان كده، تحس إن الناس بتحب أوي، 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 أوي تهدر المال العام في الزمالك، تحب كل شوية تجيب مدرب وتمشي مدرب، تجيب مدرب وتمشي مدرب. يا إخوانا تهدوا شوية، يا إخوانا وحدوا الله، يا إخوانا احسنوا الاختيار، يا إخوانا هاتوا مدرب يعيش معاكم شوية، مش كل شوية بمدرب، مش كل شويه تجيبوا لنا حد. حرام عليكم مال نادي الزمالك، يعني كل شويه مدرب، من جوميز لجروس لجوزيه سيرو، لنتفق مع ميكالي، نكلم كارتيرون وعاوزين ندفع له الشرط الجزائي، اللي مش عارف نفكر في بيتسو موسيماني، نقول هو حاجه من ريحه النادي الاهلي، يجي شويه يبقى عارف الاهلي ويكسبوا ازاي ويعملوا ازاي وحكايه وروايه. وبرضه لما جيت تجيب جبت حد من ريحه الحبايب، حد كان ماسك النادي الاهلي قبل كده. ناس في نادي الزمالك بيشوفوا الاهلي بيعمل ايه وبيمشوا على خطاه، بيمشوا على خطاه، بيحاولوا يجيبوا دايما حاجه من اختياراته، من نجاحاته، من حكاياته، من رواياته. وهذا يعني الحال في نادي الزمالك. يعني لسه جروس جاي وماشي وبيكسب، لكن انا قلت لك من فتره هنا ايه؟ قلت لك شيكابالا سبب غيابه مطالبته باقاله مستر جروس، مش عاوز مستر جروس يكمل في نادي الزمالك. قال لك لا ده لازم يمشي، ده مزعلني، ده ما بيلعبنيش اساسي، ده مش فاهم ان انا صاحب الكوره، ده مش عارف ان انا صاحب الكوره هنا في نادي الزمالك، مش عارف ان انا اللي بحط وبجيب وبودي وبشيل وبعمل كل الحاجات دي، فبالتالي لازم يمشي جروس، لازم يمشي جروس. فلما جروس ما مشيش فقال لك لا طالما ما مشيش جروس، لا انا مش هلعب كوره، مش لاعب كوره لحد ما جروس ما جروس يمشي. يا عم شيكابالا يا ربنا يهديك، يقول لك لا انا مش هلعب كوره غير لما جروس يمشي. مشوا له جروس عشان ارضى عنكم، مشوا له جروس عشان ما اخليش الجماهير تقلب عليكم وحاجات بالشكل ده كده يعني، وهكذا. فالفكره ان الفضايح بجلاجل والاحداث بجلاجل داخل نادي الزمالك، يعني فضيحه كل يوم والتانيه، كل ساعه بمشكله، كل ساعه بازمه. وفي الاخر الناس قالوا لشيكابالا مش هنزعلك ابدا يا شيكابالا، مش هنزعلك ابدا، هنمشي لك جروس وهنجيب لك مدرب من اللي انت بتحبه، من البلد اللي انت قبل كده رحت احترفت فيها وفضحت نادي الزمالك وهربت منها وما قدرتش تكمل فيها، وتحملنا احنا قيمه الشرط الجزائي والغرامه الماليه الخياليه، والسبب انك انت مش قادر تعيش جوه نادي الزمالك ومش قادر تعيش تتأقلم مع المدير الفني. فضيحه بجلاجل بصراحه ان مدرب ماشي وبينجح. الناس بيقول لك اصل اللعيبه الكبار يا بيه قالوا لنا ده مش مدرب، ده ما بيعرفش يمرن، ده تدريبته صغيره، ده ما بيضيفلناش في التدريب، ده ما بيعلمناش حاجه في التدريب. ايه يا جماعه ده؟ ايه يا اخوانا ده؟ ايه يا اخوانا ده النادي اللي بيتحكم فيه لعيبه، النادي اللي بيتحكم فيه لعيبه، النادي اللي اصلا يعني ايه ما حدش عارف له مين اللي بيديره، اللعيبه اللي بيديروه ولا المجلس الاداره اللي بيدير، ولا حد عارف. وجمهوره يا عيني مغلوب على امره، يقول لك هنعمل ايه يا بيه؟ ما هم دول اللي عندنا يا بيه، هنجيب لك منين ناس تدير نادي الزمالك يا بيه؟ ما هم دول اللي الوزير جابهم وقال لك دول دارسين مشاكل نادي الزمالك وحافظين مشاكل نادي الزمالك، وقال لك خلال 6 شهور قعدوا يدرسوا وعندهم حلول لكل المشاكل. كل شويه يمشي مدرب يجيب مدرب، يمشي مدرب يجيب مدرب، لعيبه مش عارف هو بيجيب مين وبيمشي مين، اللي بيشتريه في الصيف بيبيعه في الشتاء، واللي بيشتريه في الشتاء بيبيعه في الصيف. وفي الاخر نرجع نتكلم عن اهدار المال العام. الراجل النهارده له 270 الف دولار شرط جزائي جروس، قال لك مش همشي غير لما اخد الشرط الجزائي، او اروح ارفع عليكم قضيه في الفيفا واخد بدل ما اخد 270 اخد لي مليون دولار ولا حاجه ولا كلام من يعني مش عارف. يعني انا صعبان عليا نادي الزمالك بصراحه، يعني مش عارف كده، حظه وحش مع الناس اللي بيجوا يديروه، حظه وحش مع الناس اللي بيجوا يديروه. كل شويه بقى في اداره نادي محترمه واداره نادي كبيره تمشي مدير فني بيكسب في المباريات عشان مش عاجب اللعيبه الكبار. قال لك اصل شيكابالا زعلان منه وعبد الله السعيد زعلان منه. طب عبد الله السعيد كان مصاب بيلعب، يقول لك اصل تدريبته مش جامده. يعني ايه تدريبته مش جامده؟ قال لا هو ما كان راجل موجود معاكم قبل كده وخد معاكم الكونفدراليه وكان عامل نتائج ايجابيه، ويومها حتى ما ركبتوش الباص قلت له روح على رجليك. ايه يا اخوانا في ايه يا جماعه؟ اللي بيحصل في نادي الزمالك ده حرام، والله والله حرام بجد. يعني كل ساعه بمدرب. هو المال العام في نادي الزمالك ده مال سايب، مفيش حد بيسال عليه. وزير الشباب والرياضه ما يعديش شارع 26 يوليو ويروح يخبط يقول له يا حسين يا لبيب حرام عليك ده اداره مال عام. ونرجع نقول اصل ما فيش فلوس. ما انت ما بتختارش كويس. لما انت وانت بتختار من شهرين وانت بتجيب جروس ما كنتش عارف انه كبير في السن؟ ده احنا قلنا انه عنده زهايمر، بعض الناس قال لك ده عنده زهايمر وفقا لوسائل الاعلام الالمانيه. قال لك عنده لا، قال لك لا ده ذاكرته كويسه. وراح الاستاذ ميدو قعد معاه في المدرجات قال لك لا 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 ده جروس كده، جروس كده، جروس ما فيش زيه، ده العالمي،
العالمي اللي بيجيب مدربين قال لك ده جروس 100 100. طب لما جروس 100 100 بتمشيه ليه والراجل لسه كسبان امبارح؟ قال لك اصله يعني تدريبته مش حلو. طب كنت بعته الاستاذ ميدو يكشف على تدريبته قبل ما يجيب. كنت بعته كابتن حازم امام وميدو يقعدوا يعيشوه اسبوع ولا اسبوعين يشوفوه ماشي بالشيوخ ولا مش ماشي بالشيوخ. يا جماعه مش كده يا اخوان، يا جماعه مش كده والله. بس هنعمل ايه بقى؟ نادي الزمالك خلاص استقر على تعيين جوزيه سيرو وولد. خلي بالك ابنه ده يعمل مشاكل كبيره بعد كده. هنرجع نقول ده ابنه بيعمل، ده ابنه بيسوي. خلي بالك من دلوقتي. خلي ابنه قاعد هناك في البرتغال، ما تجيبوش ابنه معاه. بس راجل كبير في السن وعنده 75 سنه، مواليد سنه 60 ولا 65 سنه، هيعوز برضه ابنه يبقى معاه. ابنه حبيبه يعني خلي باله منه. افرض مثلا الضغط عالي، السكر غلي، عالي، يخلي باله برضه منه يعني وكده وبتاع. فجاي معاه ابنه فيتور بيسيرو ده شغال محلل اداء. ما هي المساله دلوقتي ماشيه ايه؟ توريث. كل مدرب يقول لك ابني معايا، سواء في حتى هنا في مصر، بس ده على ذكر الاسامي الناس اللي في مصر، يقول لك ابني معايا يا بيه محلل اداء، يا بيه يا بيه ابني معايا محلل اداء، يا بيه محلل اداء. ما هو مصيره يبقى مدرب يعني. ماشي. فجاي معاه نونو ميكائيل مدرب عام، وايمن عبد العزيز بتاع ان الكوره ما فيهاش تكتيك. اوعى تنسى الكوره ما فيهاش تكتيك 10%. جاي معاه مدرب. ماشي. وميكائيل مايكل جوزيه مدرب احمال، وفيتور بيسيرو ابنه محلل اداء، ونونو جاكينتو مدرب حراس مرمى. هيوصل باذن الله تعالى يا في ساعه متاخره من مساء اليوم يا في ساعه مبكره من الغد. بيحاولوا يلاقوا له اي تذاكر او اي حاجه عشان يجي بسرعه. قال لك هاتوه بسرعه عشان ليه؟ عشان يلحق ماتش بتروجيت. يلحق ماتش بتروجيت. قال لك يجي يلحق ماتش بتروجيت وهكذا يعني. يعني يجي بقى بسرعه يعني. هاتوه بسرعه يعني. ليه يا عم؟ مش ما تخليه يلعب ماتش الاهلي وبتاع وما تظلموش في بتروجيت. هو شاف الفرقه ولا عارفها؟ قال لك مش قضيه يعني، حتى لو اتعادلنا ولا حاجه ولا كلام من حق ربنا. جوزيه سيرو مدرب كبير، كان موجود في النادي الاهلي، اكبر قلعه رياضيه في افريقيا لسنوات طويله. يعني طبعا الاهلي لسنوات طويله هو ما كملش شهور، وقال لك الحق احنا عايزينه فين يا ابني؟ قال لك عايزينه في بتاع ده في بورتو تقريبا ولا بنفيكا، والله ما انا فاكر. ماشي اظن بورتو. وكان ماسك النادي الاهلي. ماشي. وكان جايبه المهندس محمود طاهر وما كملش يعني، ما استمرش كتير، وقال لك الناس عايزينه هناك. بعد كده مسك فرق كبيره زي منتخب نيجيريا اخر حاجه مسكها يعني. ماشي. لكن برضه مرن بورتو وبراغا والشارقه وفيتا جيماراش وسبورتنج لشبونه ومنتخب فنزويلا. وهو مدرب قيمه فنيه كبيره. يا رب يعيش لنادي الزمالك ما نمشوش بسرعه. مدرب كبير، مدرب كبير، ومدرب اسم كبير، ومدرب له مكانته. هتمشوه انتوا احرار، لكن هو مدرب كبير. وبنقول لكم ان هو مدرب عظيم. وزمان كان في الجهاز الفني الريال مدريد. ماشي. وله مكانته. ويعني يعني مدرب اسم كبير وعظيم يعني الصراحه يعني جوزيه بيتير. زي ما جروس كان بيمرن في الدوري الالماني، درب شالكه الالماني. لكن الفكره يعني هو انتوا هنعمل ايه في الاخر؟ ما انتوا كل شويه تمشوا مدرب وتجيبوا مدرب. لما حيرتونا معاكم وجننتونا معاكم، مش فاهمين انتوا بتجيبوا ليه ولا بتمشوا ليه ولا زعلانين من ايه ولا ايه الحكايه والروايه وهكذا يعني. فربنا يهدي لهم نفسهم يا رب ان شاء الله. الراجل هياخد $100,000 وبعد كده وعدوه بالتعديل يعني. مدرب كبير، مدرب عظيم، والحمد لله. يا رب بقى ان شاء الله يعني ايه يهدى عليه مستر شيكابالا ومستر عبد الله السعيد ومستر احمد زيزو وهكذا يعني. يبقى الناس يعني ايه ترضى عنه وتوافق عليه وما تعملوش مشاكل ولا تعمل له ازمه يعني. يعني ما تعملوش مشاكل ولا ازمه. هو مدرب كبير ومدرب عظيم وله مكانته وله قدراته وله امكانياته. لكن انتوا عارفين الزمالك ما بيعيشلوش مدربين، لان شيكابالا لازم يبقى راضي على المدرب. شيكابالا لو مش راضي على المدرب لازم يمشي، زي ما مشي جروس ماشي وبيكسب وكل حاجه لكن عادي يعني. فالناس يقول لك لا لازم يمشي، فاهم؟ مشي جروس. طيب جروس ايه موقفه؟ لايك وشير وصلي على الحبيب قلبك يطيب. جروس قال لك يا باشا انا عاوز امشي، ما عنديش اي مشكله خالص، عندكم 3 شهور شرط جزائي. محمد حبشي قال له وكيله، قال له خلاص بقى مستر جروس نادي الزمالك ظروفه صعبه وحكاياته صعبه. قال له انا مالي، الناس جابوني واهانوني يا حبش، ما ينفعش الكلام ده يا حبش. يعني انا اجي من سويسرا لحد هنا والواد ابني مارسيل كولر مستقر مع الاهلي وبيقبض 220,000 يورو كل شهر وناجح وبيجيبوا له لبن العصفور بيساندوه بيدعموه، واللي انت جايبني ليهم يمشوني لتاني مره؟ لا يا عم، انا عاوز الشرط الجزائي. يا الشرط الجزائي يا بلاش، مش هسيب حقي في الشرط الجزائي. وشغاله بقى خناقه الشرط الجزائي. حد فيهم يدفع من جيبه؟ يعني حسين لبيب يعني بامكانياته الماديه الضخمه يقول لك خد ال $270,000 دول من جيبي؟ لا يمكن. هشام ناصر ماشي اللي هو يعني كان بيعيب على المجلس السابق ويهاجمه، يعني يقدر يقول لك خد ال $270,000 من جيبي؟ لا يمكن.
حسام المندوب عنده دخل مالي رهيب من المدارس، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، عنده فلوس على قلبه ما شاء الله، هو ووالده ربنا يبارك لهم يعني طبعا في مالهم يعني. لكن هات حد فيهم بقى يتبرع بنادي الزمالك بالشرط الجزائي؟ لا، حط على دماغ نادي الزمالك 270,000 دولار، هي جت عليهم؟ ما احنا دفعنا مليارات يا بيه، يا بيه ما احنا دفعنا مليارات نجيب مدرب لا نخسر قدام الاهلي. طب افرض خسرت قدام الاهلي، افرض شلت قدام الاهلي، هتمشي برضه جوزيه سيرو؟ هل هذا هو فكر اداري؟ يا جماعه المساله مش في انك تجيب مدربين كانوا بيمرنوا الاهلي، المساله انك انت تجيب مدربين كفاءات وتدرس قرارك صح وتختار صح. يلا نتمنى التوفيق لنادي الزمالك والله يعني. لايك وشير وصلي على الحبيب قلبك يطيب يا غالي، اعلى بالله يا غالي، يكرمك رب العالمين ويرضى عنك ويرضيك ويرزقكم خيري الدنيا والاخره باذن الله تعالى. لايك وشير وصلي على حبيبك سيدنا النبي الزين، صلي على الحبيب قلبك يطيب، اعلى بالله يا بيه. ننتقل الى القلعه الحمراء، وقبل ما ننتقل الى القلعه الحمراء ناخد بس هدنه كده ونقول لكم على الواد محمود عبد المنعم كهربا، خلاص راح للاتحاد وعمل رساله لجماهير النادي الاهلي العظيمه. كهربا ده خلي بالكم كان بارك، بس هنعمل ايه بقى؟ قال لك اشكر مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب وزملائه على الدعم والمسانده طوال فتره تواجدي في النادي، ولجمهور النادي الاهلي. كنتم دائما الداعم الاكبر لي بوجودكم في المدرجات ودعمكم في الاوقات الصعبه وهتافاتكم طوال فتره تواجدي في النادي وبين جدرانه منذ مرحله البراعم والناشئين ثم العوده للفريق الاول. اشكر كل فرد منكم على كل لحظه دعم ومحبه، واعدكم بانني ساظل دائما فخورا بانني كنت جزءا من هذا النادي وجزء من عائلتكم الكبيره. الى اللقاء وليس وداعا، فانتم دائما في قلب. طبعا انتم عارفين ان محمود كهربا انتقل الى نادي الاتحاد الليبي انتقال نهائي، بيع وشراء مقابل 1,100,000 دولار. واوعى تصدق انه تم بيعه ب 75,000 دولار، لان لو تم بيعه ب 75,000 دولار ما هنقول لمحمد رمضان ادفع الفلوس دي من جيبك. لو تم بيعه بهذا الرقم نقول له ادفع من جيبك، لان ده مال عام. اللي نعرفه من وليد الترهوني انه 1,100,000 دولار على محمد رمضان المدير الرياضي في النادي توضيح الحقائق للراي العام. لانك انت لما تبيع كهربا اعاره وبيع بال 200,000 دولار تبقى فضيحه للنادي الاهلي، يبقى اهدار مال عام في النادي الاهلي. وليد الترهوني قال لنا انه 1,100,000 دولار، ابراهيم عبد الجواد قال 1,200,000 دولار. ما ينفعش الاهلي يسكت. انت مش بتدير منظمه سريه، انت بتدير هيئه رياضيه عالميه رايحه كاس عالم. الراي العام لازم يعرف البيع تم بكام. ليه؟ لانك انت ما يبقاش متاخد عليك ايه ده كهربا يتباع ب 200,000 دولار زي ما بيقول الناس هناك، اعاره والبيع ب 200,000 دولار، تبقى فضيحه بجلاجل طبعا. فالناس تتكلم. احنا وليد الترهوني قال لنا 1,100,000 دولار، ابراهيم عبد الجواد قال 1,200,000 دولار، على الكابتن محمد رمضان المدير الرياضي المختص في هذا الامر اعلان قيمه الصفقه على الهواء مباشره في بيان. مش لازم نستنى لحد ما شوبير يطلع من الحد. عندك جمال جبر في المركز الاعلامي ولا احمد ابو طالب ولا اي حد في المركز، قول له الخبر وقول لي المعلومه. لان ده لو انت بتبيع بهذا السعر البخس يبقى ده اسمه اهدار مال عام تسأل عنه اداره النادي الاهلي ومحمد رمضان. فبالتالي لازم اعلن قيمه الصفقه. كهربا ما كانش اكتع ولا كان مكسح عشان يتباع ب 200,000 دولار بيع واعار. ويبقى انت يعني ده انت الراجل كنت هتشتريه ب 1,800,000 دولار كوتيس، رغم ان باقي في عقده شهور. فبالك كهربا اللي باقي في عقده سنوات، اقوم انا ابيعه ب 200,000 دولار؟ نتمنى اعلان قيمه الصفقه على الهواء مباشره حتى يثق الراي العام في نزاهه وشطاره اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب. فده امر من اختصاص كابتن محمد رمضان، عليه انه يقول للناس كم هي قيمه بيع محمود عبد المنعم كهربا للاتحاد الليبي. تامر النحاس حبيبك اللي موجود، بس برضه تامر النحاس مش هيرضى يبيع بالرخيص كده. تامر النحاس شاطر برضه، مش هينفع يظلم النادي الاهلي، مش هينفع يظلم النادي الاهلي. تامر النحاس هو وكيل كهربا على ما اعتقد يعني، لكن هيضحك على رمضان ويضحك على النادي الاهلي ويبيعه نهائي ب 200,000 دولار؟ تبقى فضيحه والله تبقى فضيحه. لايك وشير وصلي على حبيبك سيدنا النبي الزين، صلي على الحبيب قلبك يطيب، اعلى بالله يا غالي. ما تنسوش تدعوا لنا في ليله النصف من شعبان، ليله طيبه ومباركه باذن الله تعالى. واللي صايم يفتكر اخوه بالمعاطي بتاعه كده وهو بيفطر ان شاء الله. طيب لايك وشير وصلي على الحبيب قلبك. الكابتن محمد شوقي بيحاول علاج بعض الملفات واجراء التجديدات والحكايات والروايات، وعمل جلسه مع ياسر ابراهيم ورامي ربيعه لاقناعهم بالتجديد او يعرف الاول مشكلتهم فين في التجديد. ايه المشكله في التجديد؟ الاثنين معروض عليهم 12 مليون جنيه، ويعني ايه نقدر نخليهم لكم 15 على مده العقد، بس ده مش وعد مننا،
ان احنا نجيب لكم اعلانات. الاثنين معروض عليهم كده، وان ده اخر عرض، وان كنتوا هتجددوا 3 سنين، والسنه الثالثه شرط تجديد السنه الثالثه لعب 75% من السنه الثانيه. طيب ايه اللي حصل؟ عندي ردود اللاعبين على الكابتن محمد شوقي، ربنا يوفقه يا رب في مهمته الصعبه، جاي بعد مرحله عصيبه ومرحله فيها عدم استقرار وفشل في الملفات الاداريه داخل قطاع كره القدم، لحد ما اتدخل الكابتن محمود الخطيب في يناير وعمل صفقات كويسه، وربنا يوفق كابتن محمد رمضان في عمله كمدير رياضي. لكن في مدير كوره الراجل عاوز يحل. رامي ربيعه قال له انا عاوز اسال بس سؤال، انا اجدد ب 12 ليه وده اخر سنه ليه؟ انتوا بتتحايلوا على اكرم دلوقتي يجدد ب 25، انا ابقى نص اكرم ليه؟ انا لحقتك في الملعب يا كابتن شوقي ولعبت معاك. قال له حصل. قال له لعبت معاك ولعبت مع الجيل العظيم بركات ومتعب وابو تريكه ووائل جمعه والمجموعه. انا النهارده يبقى تقديري في اخر عقد ليه؟ لان خلي بالك هو لعب وسط 16 سنه، كان اول واحد اشركه في المباريات كان الكابتن زيزو، كان اشركه وسط ملعب هاف ديفند. ماشي. قال له يعني وبعدين انت دلوقتي راجع ل 12 ومش ملتزم بالاعلانات، اما كان الكابتن رمضان وصل معاه ل 15 بالاعلانات وكلام نهائي، يعني انت راجع للخطوه اللي قبل الخطوه دي، فليه تعملوا معايا كده؟ وبعدين انا النهارده واحد من كباتن الفرقه بعد محمد الشناوي. الشناوي هيجدد بكام؟ كلكم عمالين تقولوا كل وسائل الاعلام هيجدد مع الكابتن محمود الخطيب وترضيته على عروض الاحتراف اللي جات له. طب ما انا جالي في يناير ده عرض من الفتح السعودي وبرقم خيالي، والنادي الاهلي كان يستفيد 1.5 مليون دولار، وانا كنت هطلع ب1.5 مليون دولار اعاره في الموسم، او هنتقل نهائيا بقى بصفه عامه، يعني امضي بقى معاهم موسمين ونص ولا 3.5، والنادي الاهلي كان هياخد 1.5 مليون دولار. فمش من المنطقي ولا من اللي يرضي ربنا ان كده. وقال له عيب ان انا ابقى انا بعد كل هذا التاريخ يبقى انتوا بتعرضوا عليا راتب قريب من لاعب لسه جاي من بتروجيت اللي هو احمد رضا. قال له ده انتوا كده بتعرضوا عليا فلوس قريبه من اللي لسه جاي من بتروجيت، من اللي بيبدا حياته. هل ليه عدم التقدير للعيب ما بيتكلمش ولا عمره عمل ازمه ولا عمره عمل مشكله ولا هكذا؟ يعني انفجر بصراحه الكابتن رامي وهو بيتكلم، وقال له انا يعني ما تتكلم معايا على الاقل نبقى بنتكلم في 20 و5 اعلانات زي ما عرضته على اكرم توفيق، ولا هو لازم الواحد يمضي بره او يلوح بعرض خارجي عشان انتوا تقدروه؟ لازم اقول انا جاي لي من الحته الفلانيه، لازم اقعد مع ناس تانية؟ طب ما انا عندي عروض من خارج مصر ومن داخل مصر، لكن عمري ما هلعب داخل مصر لاي فرقه، عمري ما هلعب داخل مصر لاي فرقه، عمري ما هلعب غير الاهلي اللي وانا فيه من صغري من 9 سنين. فبالتالي لازم الناس تحترم هذه المسيره. وقال ان هو قال لي يبقى انتوا تقولوا لي دلوقتي 12 وهنرشحك لاعلانات، لا مش ملتزمين بيها كمان، يعني هنرشحك. الشركه وافقت ما وافقتش، اصل انت ما تنفعش، اصل انت لعيب نص كم ما مش جدير بانك تطلع معانا اعلان. قال له هل ده كلام يليق بتاني كابتن للفرقه؟ انا بعد الشناوي على طول كابتن الفرقه، مفترض ان ده اخر عقد ليا، يبقى فيها جزء من الاحترام والتقدير. وانتوا كده كده هترفعوا الفئه الاولى، هترفعوا ل 20، يا سيدي اخد 20 واخد 5 اعلانات وانا موافق يا عم على التجديد. لكن تيجي تقول لي 12 وهنرشحك لاعلانات، تجي لك ما تجيلكش، هل ده امر مقبول؟ قال له يا راجل ده لسه اللي جاي مصطفى العش جاي اعاره واخد 5 في 6 شهور، يعني 10 في السنه زي دلوقتي. يبقى انا ما تقدرونيش ليه وما تقفوش معايا ليه وما تحترمونيش ليه؟ وبعدين انا ما اتكلمتش على حد زي تريزيجيه عقده هيتربط بالدولار، مليون و100 الف دولار. انا مش ما طلبتش ان انا ابقى زيه، بس على الاقل يبقى في احترام وتقدير لمسيره لاعب كبير اعطى للنادي الاهلي. ده كان رد الكابتن رامي ربيعه، وقال له ما حدش ادى للنادي الاهلي ادي في كل الجيل اللي موجود. قال له الشناوي خرج سنوات بره وجه، راح بتروجيت سنوات وجه، انا في النادي الاهلي وانا لعبت معاكم مباراه العوده مع غانا في تصفيات كاس العالم 2000 وكام 2010 ولا 2014 والله ما انا فاكر. ماشي. قال له مع برادلي انا لاعب معاكم منتخب مصر ومن كباتن الاهلي، فما ينفعش يبقى ما فيش تقدير مادي ليا بهذا الشكل، لازم يبقى في تقدير واحترام. اول حاجه تقول لي 20 مليون اللي انت هترفع الفئه الاولى لكده و5 اعلانات، انا موافق معاك وامضي ال3 سنين. ما تجيش اخر السنه تقول لي لما تلعب تاني سنه 75%، اما انا شايل الفرقه طوال السنين اللي فاتت. اتكلمت في حاجه، طلبت ترضيه، طلبت تعديل، لوحت بعروض. انا العرض اللي جالي رحت للكابتن الخطيب بيني وبينه وقلت له انا جالي عرض من الفتح السعودي، هل يا كابتن توافق ان انا مش؟ قال له اقفل الباب على الكلام ده. قفلت الكلام وما فتحتش بقي وما كلمتش اعلام ولا حد نشر خبر
ولغيت الموضوع جملة وتفصيلا. فلازم يبقى في تقدير ليا بشكل او باخر. ده كان رد الكابتن رامي ربيعه. اما بالنسبه للكابتن ياسر ابراهيم، قلب الدفاع مع رامي ربيعه، كابتن شوقي قعد مع كل واحد على حده. كابتن ياسر قال له انا يعني قال له عندك عروض؟ قال له عندي عروض من مصر ومن خارج مصر، لكن اقوى العروض اللي عندي عرض من ليبيا، يعني ايه يبقى ختام طيب لمسيرتي وبمبلغ مالي كويس بالنسبه لي، 1.5 مليون دولار في الموسم كلاعب حر، 1.5 مليون دولار. قال له طب وبالنسبه للنادي الاهلي؟ قال له انا تحت امر الاهلي، قدروني بالشكل اللي تشوفوه في اخر عقد ليا مع النادي الاهلي، في اخر عقد ليا مع النادي الاهلي. لو انتوا يعني حريصين عليا يبقى في تقدير لاخر عقد. هو انا طالب غير التقدير؟ انا مش طالب اقول ان انا هروح امضي في حته تانية واجي الوي دراع النادي، عمري انا ابن النادي الاهلي، بس قدروني في اخر عقد، قدروني في اخر عقد. انتوا هتقدروا كابتن الشناوي وهياخد 50 مليون زي ما مصر كلها عارفه، سواء باعلانات او من النادي، طب ما تقدروني انا كمان. يعني هو ليه احنا عشان ما بنتكلمش ما بنتقدرش؟ خلي بالك اللعيبه بتتكلم مع بعضها، ماشي. وقبل كده كان في تعبير قلت لك على لسان الكابتن محمود الخطيب لما كان الكابتن رمضان ماسك مدير الكوره، قال لك اللعيبه عامله رباطيه ورافضه الجد. فقال له ليه يعني؟ قال له طب انت في مصر؟ قال له عندي عروض من مصر، وكلموني بتوع الزمالك وبيراميدز وقفلت الباب. انا لو مش في الاهلي هبقى في ليبيا او الخليج، وغالبا في ليبيا بنسبه 70%. جددتوا معايا وقدرتوني في اخر عقد ليا 20 مليون وخمسه اعلانات، انا ما عنديش مشكله، نفس العرض اللي عرضته لاكرم. انا ما بقولش حاجه تانية، ما بطلبش حاجه زياده غير اللي عرضتوه على اكرم. العرض اللي قدمته لاكرم يا سيدي انا موافق بيه. اكرم طبعا صعب انه يرجع في عرضه مع بتوع الشمال في قطر. فالناس يعني انا شايف ان رامي ربيعه وياسر ابراهيم كلامهم في شيء من المنطق، في شيء من العقلانيه، خدت بالك؟ فقال له يعني احنا كابتن شاوي قال له بس لازم نراعي ظروف النادي. قال له هي ظروف النادي عليا انا ومش على كل اللعيبه؟ يعني ظروف النادي عليا انا ومش على تريزيجيه ومش على بن شرقي ومش على اسامه ابو علي ومش على جراد ياشار ومش على اكرم توفيق. قال له انا طالب العرض اللي انتوا عرضتوه على اكرم توفيق. هو انا مش اساسي زي اكرم توفيق؟ هو انا مش مؤثر زي اكرم توفيق؟ هو انا مش واحد من العناصر الاساسيه؟ هو انا مش في التشكيل الاساسي؟ هو انا مش لاعب عمري ما عملت مشكله مع الفرقه ولا مع الاداره ولا مع الجمهور ولا مع اي طرف؟ قال له انا لعيب محترف بمعنى الكلمه، بلعب كوره وبس، والناس بتقدر ده، فقدروني زي ما الناس بتقدرني، ماشي. فقال له اللهم صل على محمد. بالنسبه لياسر قال له انا ما عنديش اي مشكله خالص اجدد معاك دلوقتي بنفس العرض اللي انتوا قدمتوه لاكرم توفيق، ويبدو ان هناك اتفاق بين رامي ربيعه وياسر ابراهيم على اخر عرض اتقدم لاكرم. وانا شايف ان ده كلام منطقي. انت كده كده هترفع الفئه الاولى، فخلاص ارفع الفئه الاولى ل 20 بعد ما كانت 15 وخمسه اعلانات، وحافظ على قوام الفرقه وثبات الفرقه وهكذا. لانك انت النهارده لما تدور في الدوري المصري مفيش بديل لرامي ربيعه وياسر ابراهيم. ده انت دلوقتي جايب العش وبتتسند عليه وبتتعكز عليه، ماشي. وفي نفس الوقت دول ولادك ولهم حق التقدير عليك كنادي، لهم حق هم كده ما اتنمردوش ولا اتفرعنوا. اللي اتفرعن راح مضى هناك في الشمال، لكن هو بيقول لك انا تحت امرك، سويني بزميلي اللي جنبي، سويني باكرم، انت عرضت على اكرم كده اديني زي اكرم، بس كده وخلاص. فانا شايف ان كابتن محمد شوقي وعدهم بالعوده الى كابتن محمود الخطيب والرجوع لهم مره اخرى للاتفاق النهائي وتوقيع العقود باذن الله تعالى. هرد على اي سؤال لحضرتك. ده نورك يا ابو مالك يا غالي، والله ربنا يرضى عنك ويرضيك. انت جاي على الزمالك؟ والله انا ما جاي على الزمالك ولا اي حاجه، ده الزمالك اللي جاي على نفسه، الزمالك اللي ظالم نفسه بادارته. كل شويه ما احناش عارفين مين اللي بيدير ولا بيعملوا ايه ولا بيسووا ايه، ولا عارفين مين اللي بيمر. كل شويه بتجيب مدرب، واحنا لما نلوم اهدار المال العام ابقى انا جاي على الزمالك؟ لما اقول ان الاداره ما عندهاش معايير ثابته وواضحه ابقى انا جاي على الزمالك؟ انا بقول كلمه الحق لله وللصالح العام. وبعد خراب مالطا، وعلى فكره اللي بقوله انا ما يجيش واحد على 100 من النقاد الزملكاويه والاعلاميين الزملكاويه بيقولوه على هذا المجلس الاداره الفاشل. قلت قبل كده تحمل اعباء كبير، لكن انت في موضوع جروس ده مدرب فاشل بتمشيه عشان شيكابالا قال لازم يمشي، وتقول لي اصل اللعيبه الكبار شيكابالا وعبد الله السعيد وزيزو قالوا تدريبته مش جامده. طب وانت بتجيبه كان ايه؟ ما انت عندك ناس جامده. دمتم في امان الله ويحفظكم ربنا. سلام عليكم.